بسم الله. عاملين لكم النهارده في اوبن بوفيه سلطه حلوه قوي للشباب بتوع الجيم والبنات الحلوين بتوع الدايت وكل الناس اللي عايزين ياكلوا اكل صحي. وحتى اللانش بوكس بتاع ولادك هيبقى جميل جدا جدا، اكل صحيه متكامله زي فعلا ما هقول لك النهارده. غدوه في طبق سلطه متكامل في كل حاجه. السلطه اللي معانا النهارده سلطه معروفه جدا، سلطه تشيكن سانتا في. لو انا بقولها صح بقى، لو ما بقولهاش صح اكتبوا لي في التعليقات. السلطه اللي معانا النهارده مكوناتها اول حاجه فيها الخس. عندنا طماطم شيري، عندنا خيار، الفاصوليا الحمراء اللي معايا دلوقتي، لكن لو موجوده الفاصوليا السوداء تبقى هي الاصل بتاع الوصفه. ذره حلوه تمام. ومعايا الفراخ طبعا مشويه. الفراخ بتاعتنا الوصفه بتاعتنا كلها انا مقدمه لكم دلوقتي السريع منها. بعد كده لو حابه تشوفي الوصفه بكل تفاصيلها شرفينا على القناه اوبن بوفيه في اليوتيوب وتاخدي كل تفاصيل الوصفه. الدريسنج بتاعنا الخطير اللي مكوناته جمالها غير طبيعي. زبده فول سوداني مع عسل مع توم، زيت زيتون، كزبره خضراء، مستردة. تحفه، قمه في الجمال يا جماعه، تعجبكم قوي. العيش التورتيلا بتاعنا اللي اتشوى في الفرن، تقدري تشويه طبعا، تحمريه في الانفلاير او في الزيت زي ما تحبي، بس احنا عملنا ده في الفرن علشان يكون صحي كده هيتغلف ويروح لاصحابه زي ما هم، لان هم مش عاوزين جبنه ولا بصل يدخل في السلطه اللي هم طالبينها النهارده. دلوقتي هبدا احط الخليط بتاعنا في الطبق اللي هيروح للعميل زي ما طالبه بالظبط. ده لفرد واحد. زي ما اتفقنا هنحط العيش لوحده عشان يفضل حامص لغايه ما يروح للعميل. اعمل طبق السلطه بتاعي يبقى كده جاهز، نبعته الاوردر بتاعه. الطبق ده بقى مطلوب بالجبنه وبالبصل وبكل تفاصيله للسلطه نفسها بدون زيادات، يعني مش عايز عليه زيادات زي الفيديو الكبير ما كان حاطين الاخضر وكزبره خضراء والكلام ده. لا، احنا عايزين السلطه بكل مكوناتها الاساسيه اللي احنا حاطينها قدامكم النهارده. طبعا ضفنا هنا زي ما قلنا على الطبق ده الجبنه والبصل، ونحط الفراخ على الوش ونقفل الاوردر ونوديه لاصحابه بالف هنا. شوفوا كل التفاصيل في اليوتيوب. لو عايزين الوصفه كامله ولو انتوا بعيد عن مطبخنا مش صعب ان انتوا تطلبوها، ننزل لكم الوصفه على اليوتيوب واعملوها عندكم وادعوا لي، ادعوا لماما. ولو قريبين مننا شرفونا بالاتصال. هيجي لك ده طبق فرد، لو عايز ازيد يجي لك وجبه طبق عائلي. بس حقيقي يا جماعه مكونات تحفه، قمه في الجمال، فيها كميه مواد غذائيه غير طبيعيه وصحيه جدا جدا وغذائيه جدا جدا. يعني يا جماعة بالله عليكم لما تشوفوا الفيديو قولوا رأيكم بجد في التعليقات على الصفحة أو قناة اليوتيوب. عايزة أسمع آرائكم في المحتوى، وكمان تشاركونا بالدعم للقناة وللصفحة، وتشيروا لنا الفيديوهات لو تستاهل وجودكم معانا. يلا سلام.